السلام عليكم، شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة جيدة. حقيقة اليوم انا مصور هذا المقطع اريد يعني طلب وليس امر. اطلب طلب مو امر من المشاهير اللي هم بالوقت الحاضر صاروا تقريبا اشهر من الرواديد والشعراء والمطربين حتى من الدكاترة بالوقت الحاضر، يعني لهم ناس ومتابعين، واكثر تقريبا فئات اللي تتابعهم من الاطفال. طبعا مع الحب والاحترام والتقدير لهم، اكو ضمنهم من اصدقائي واحترمهم كلش. واليوم احب احكي في موضوع الاسفاف. يعني اكو بعض مو الكل، وكلام بذيء ومفردات غير حلوه غير لائقه مثل قال ببيت عراقي. فنترجاكم، طبعا اكو صناع محتوى جميل جدا، اكو قصص قصيره مفيده، اكو امور هواي بها فائده نستفاد من عندها لبعض من عندهم، وكل الاحترام لهم. لكن نحكي على البعض الاخر، وان شاء الله هم يكونون على قدر المسؤوليه، لان بالوقت الحاضر انتم مسؤولين يعني. فنقلوا ثقافه العراق والاطفال الى شيء جيد، يعني لانه تعرف انت قاعد بصعائلتك ويطلع لك فد موضوع مو تمام او ما محترم، مع احتراماتي طبعا اللي جاي اقوله للناس اللي تسمعني. ف نترجاكم طبعا طلب، نترجاكم انه تكون مقاطع هادفه للمشاهير. خلوا ببالكم اكو ناس تتابعكم، وهذه الاجيال يتصرفون ويتطبعون باطباعكم. فاتمنى انه تكونون قدر المسؤوليه. انا ما اخص احد، لكني لا استثني الجميع، لانه انا اريد الجميع يكونوا بصوره جيده، وما جاي اتكلم عن اي انسان او اضوج من اي انسان. بالعكس، ما عندي مشكله ويا اي شخص، ولا اتنمر على اي انسان، بالعكس. بس اني اقول انه انتم الان واجهه والاطفال تتابعكم، فمن خلالكم، لان هذه تقصير عليها تكون سريعه الالتقاط وسريعه التنفيذ. فهمثلا بيهم وبينا. طبعا احنا نحبكم، وكل الناس تحبكم وتحترمكم، ونتمنى لكم الموفقيه والاختيارات الجيده. اخوكم الرادود من الحسين الحجامي، كل الحب والتقدير والاحترام لكم، وهذا طلب مو امر. في امان الله.